وهنا بعد مرور نص ساعة هنرفع الصفارة دي بالراحة كده، وهنسيبها لغاية لما تطلع الهواء اللي فيها أو البخار. هنا اهي كلها تستوي على الآخر. تعالوا نشوف اللحمة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، طرية جدا زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. وريحة طبعا احنا ما حطيناش مية، احنا شايفين الصوص بتاعها عامل ازاي، مميز جدا، ما خدتش وقت معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا وصفة مميزة جدا، هنعمل ألذ وأجمل طريقة لعمل اللحم. يلا نبدأ، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد بن عبد الله. معانا قطع لحم متقطعة بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، أي نوع أنا بفضله. طماطم، بصل متقطع، والبهارات فلفل أسمر وبهارات لحم بس. ومعنا سمن بلدي، هنعملها فل من نص ساعة. ومعنا تسوية ان شاء الله بنعملها نص ساعة مش اكتر من كده، هنوريكم الطريقة. بأول خطوة التحضير حطينا قدر الضغط على النار، حطينا السمن، هننزل نسمي الله، ننزل البصل، هنجيب هيل، هكتب له كل حاجة في صندوق، هنحرك بصل تطلع ريحته. قدر الضغط مميز جدا يا جماعة، ان شاء الله بنزل لكم تفاصيل كتير عن استخدامه ازاي. مميز جدا في المطبخ، بيوفر معايا الوقت. احنا ان شاء الله قطعة اللحم اللي احنا هنحضرها اليوم تقعد نص ساعة مش اكتر من كده. خلاص البصل معايا كله ريحته حلوة، بجيب اللحم بتاعي، بنزل الكمية بتاعتي كلها. بسم الله، مش هنستخدم مية خالص في الوصفة دي، هننزل بكمية اللحم اللي عندي كلها. نزلنا باللحم بتاعنا، هجيب الطماطم، دي حباية طماطم واحدة. هنجيب البهارات عندي، بهارات اللحم كمية مناسبة. هنجيب فلفل أسمر، هنزود شوية. هنجيب الملح بتاعنا، هنقلب المكونات دي كلها، هنقلب. بعد ما قلبنا احنا كده الحاجة بتاعتنا، المكونات بتاعتنا جاهزة، هنقفل جدر الضغط. هنا بنلف في سهم هنا اهو، لو واضح في الصورة هنا، بنلف في اتجاهه، نقفل خالص كده، بيقفل معايا جامد خلاص. أجمد حاجة هنا في حاجة اسمها صفارة هنا باينة اهي، لما نسمع صوتها هندي نص ساعة بالظبط مش أكتر، واللحمة بتاعتنا تكون جاهزة وهنوريكم. تابعونا. الصفار اللي احنا بنقول عليه زي ما احنا شايفين، ده بيطلع الهواء الزيادة معايا أو البخار الزيادة. بنحسب الوقت دايما في أي أكلة احنا بنعملها، لما بنسمع الصفارة دي احنا هنحسب نص ساعة مش أكتر. وهنا بعد مرور نص ساعة هنرفع الصفارة دي بالراحة كده، وهنسيبها. خلاص بيبتدي البخار اللي عندي بيطلع كله، وانا هصبر برضه لحد لما ينتهي خالص.
خلاص كده. تعالوا نشوف اللحمة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، طرية جدا زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، وريحة تمام. احنا ما حطيناش مية، احنا شايفين الصوص بتاعها عامل ازاي، مميز جدا، ما خدتش وقت معانا. ولحد هنا الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو أو استفدتوا معلومة من الفيديو ضغطوا لايك على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.